نحن خلصنا من الدرس الأول اللي هو التركيب الذري للمادة، والليلة حنبدأ الدرس الثاني نموذج رذرفورد. قبل ما نبدأ هعمل مراجعة بسيطة لجزئية مهمة في الدرس الأول عشان الناس الما ذاكرت تقدر تكون معانا. عندنا هنا آخر حاجة كنا اتكلمنا عنها، دي الحاجة المهمة المرتبطة بالدرس الثاني اللي هو نموذج تومسون. قلنا إنه تومسون ده افترض إنه الذرة عبارة عن كورة مصمتة. طيب وأنا لما أقول إنه كورة مصمتة يعني شنو؟ قال إنه الذرة عبارة عن كورة مصمتة. طيب أنا عندي نوعين من الكور، كورة ممكن تكون كورة مفرغة وكورة ممكن تكون كورة مصمتة. مثلا عندي زي الكورة العادية بتاعت البلاستيك اللي بيلعبوا بها دي، من جوا فيها شنو؟ من جوا فيها هواء، معناها دي كورة مالها دي كورة مفرغة. لو أنا جيت قطعتها بسكين حلقة إنه من جوا فيها فراغ أو فيها هواء بس. أما لما نقول كورة مصمتة معناها إنه الكورة دي أنا لو قسمتها من جوا حلقة مليانة، مثلا زي الكورة بتاعت البلي أنا لما نقسمها حلقة جوا شنو؟ حلقة إنها من جوا مليانة، يعني على عكس الكورة تحت البلاستيك دي أنا لما نقسمها حلقة جوا في هواء. طيب عندنا تومسون ده قال لي إنه بيفترض لي إنه الذرة دي كورة مصمتة، يعني شنو؟ يعني كورة مقفولة ومن جوا مليانة ما فاضية، ما فيها فراغ، ما فيها هواء. طيب والكورة دي جواها الحاجات اللون أحمر دي، النقاط اللون أحمر دي الإلكترونات سالبة الشحنة، تمام؟ وجواها في بروتونات موجبة الشحنة. البروتونات الموجبة الشحنة هنا، يلا البروتونات دي في كل مكان زي العجينة، لكن الإلكترونات موجودة فيها زي كأنها كور صغيرة مخطوطة في عجينة، زي كأنه يجيب لك عجينة بتاعت بيتزا مثلا وتخطي فيها مثلا كور صغيرة لون أسود. عشان كده كانوا مسمينها نظرية فطيرة الزبيب، لأنها بتشبه الفطيرة. طبعا البروتونات يا هل العجينة بتاعت الفطيرة، والزبيب يا هو الإلكترونات اللي هي الإلكترونات موجودة عندنا هنا، اللي هي دي الإلكترونات اللون أحمر دي سالبة الشحنة، والبروتونات الموجبة هنا منتشرة في كل مكان هي العجينة الأساسية. وده كله داخل كورة ماله كورة مصمتة. الكورة المصمتة دي اسمها الذرة، بشرط إنه الذرة متعادلة. يعني شنو الذرة متعادلة؟ يعني عدد الإلكترونات فيها يساوي عدد البروتونات. لو كان عدد الإلكترونات 6 عدد البروتونات حيكون 6، لو كان عدد الإلكترونات 12 عدد البروتونات حيكون 12. قلنا ليه؟ لأنه لما أنا أجيب مثلا خلينا نقول إنه الأجسام الموجبة أو البروتونات طلع لي عددها مثلا 4، والأجسام السالبة اللي هي الإلكترونات طلع لي عددها مثلا برضو 4، دي حتكون موجب 4، دي حتكون سالب 4. لما أجي أجمع موجب 4 زائد سالب 4 حاطلع بكم؟ عندي عددين نفس العدد 4 و4، واحد موجب واحد سالب. لما أجمع عددين موجب وسالب والعددين نفس العدد لكن مع اختلاف الإشارة النتيجة حتكون 0. يعني شنو؟ مثلا سالب 3 زائد 3 حتكون ب0، مثلا سالب 4 زائد 4 ب0، سالب 5 زائد 5 ب0، كله بنفس الطريقة دي. عشان كده في النهاية الذرة حقتنا حتكون مالها؟ حتكون ذرة متعادلة. طيب دي كل الحاجات يعني المفروض نرجع عليها في نظرية تومسون عشان نقدر نفهم الدرس بتاع الليلة.